خصيتي المغول وانتصار البكاكة. إحدى أطراف النكت حول الانتصارات الوهمية الزائفة حكاها سلافويتشيتش، فقال: في القرن الخامس عشر عندما تم احتلال روسيا من قبل المغول، كان هناك فلاح وزوجته يمشيان على طريق ريف مغبر. توقف محارب مغولي على حصان بمحاذاتهما، وقال للفلاح بأنه سيشرع باغتصاب زوجته، وأضاف: ولكن هناك الكثير من الغبار على الأرض، لذا عليك أن تمسك خصيتي بينما أغتصب زوجتك حتى لا تتلوث بالغبار. ولما أنهى المغول الصنيعة وغادر، بدأ الفلاح بالضحك، فسألته زوجته المندهشة: كيف لك أن تقفز فرحا وأنا قد اغتصبت للتو بوحشية وأمام عينيك؟ أجاب الفلاح: لكنني نلت منه، فقد تلوثت خصيتيه بالغبار. صيحات البككة حول انتصاراتها تذكرنا بقصة هذا الفلاح، فكثيرا ما ردد إعلام البككة الأسبوع الماضي بأن الرئاسة المشتركة لكاجكا هنأت مركز دفاع شعب نباغا على مكاسبه، وقيادة نباغ من جانبها هيأت قوتها في متينة إلى آخره. والمعنى أن المؤسسة التي يقودها جميل باك وباسي هوزات أنهت القوات العسكرية للباككة بقيادة مراد قريلان. ولكن من أجل ماذا؟ لأنها وجهت ضربة عنيفة للعدو خلال اليومين الأخيرين في تشرين الثاني في منطقة متينة والزاب. ووسائل إعلام الباككة قاطبة زعمت أن الهزيمة لحقت بالعدو وانتصرت قوة الجيريلا. ولكن عندما نتابع هذه الأنباء فهي تذكرنا بقصة الفلاح الروسي الذي اغتصب زوجته أمام عينيه وفرح باتساخ خصيتي المغولي. فما هو الانتصار الذي تلقى من خلاله الآبوتشيون وتجار حروبهم صفعة ولم نره؟ منيت الباككة بأكبر هزيمة في كردستان تركيا، ولا وجود لعشرة جاريلا في أي جبل من جبال كردستان تركيا الشاهقة، ولا تجاوز 4 جنود أتراك من شارنخ إلى جودي ومنها إلى باستا ومنها نحو غابار. فهل تظنون أنهم سيشتبكون مع فرقة للجاريلا؟ بالطبع لا. أم هل باستطاعة البككة مواجهة الدولة التركية ومنعها من التوغل في مناطق غابار وجودي وأندوك ومنذر؟ كلا. أم هل بإمكان مراد قريلان التوجه صوب الجبال التي كان يعقد عليها الاجتماعات ويقيم الحفلات والدباكات مع الجريلا، أي في باستا وغابار وحفتانين؟ كلا. أم هل باستطاعة البككة التوجه للمناطق الحدودية لإقليم كردستان وكردستان تركيا، تلك المناطق التي كانت معقلا لها منذ 86 بدءا من حفطنين ووصولا لجبل شكيف وخواكور؟ كلا. يا ترى هل استطاعت البككة الدفاع عن حفتانين وزاغروس وقمم كيستا ومامرشو وزاب وأفشين؟ كلا. أم هل استطاعت البككة منع العدو من التوغل في أراضي برواري بالا وريكان والنهيل ومناطق مزوري العليا ومناطق السنديين؟ أيضا كلا. والحق أننا نستطيع عد المئات من هكذا تساؤلات دون رؤية أي إنجاز أو مكسب حققته البككة. ورغم هذه الحقائق جميعا، ما زالت البككة بكوادرها ومنظماتها وإعلامها يتغنون بانتصارات لم تتحقق طوال سنوات. فمنذ 40 عاما كنتم تقيمون الدبكات في سهل الزاب، أسستم أكاديميات، أعلنتم عن جمهورية الزاب، شكلتم حكومة بوطان بهدنان، شكلتم المجالس إلى آخره. والآن أهديتم هذه الزاب والجبال المحيطة به للأعداء وخسرتم عموم هذه الجغرافيا. الدولة التركية نقلت مئات الجنود والآليات العسكرية من اسطنبول وبولو وقيصرية صوب إقليم كردستان مرورا بكردستان تركيا، شالي والشمزينان وقلبان. والمناطق التي أعلنتها البككة كمناطق الدفاع المشروع أصبحت مناطق تنزه والنهب والسلب للعدو. تصل طرقات بمئات الكيلومترات من كردستان تركيا إلى إقليم كردستان، وكلها تمر عبر المناطق التي أعلنت البككة سلطتها وحكوماتها فيها منذ أكثر من 4 عقود. ترفرف أعلام المحتل فوق القمم التي كانت بمثابة أيقونات المقاومة البككة الوهمية. يحتل موقع قفزة 15 من آب، أي قرية بيمناش بمنطقة نيروى. أصبحت معسكرات قادة البككة كمعسكر دوران كالكان عام 95 بقرية سيلي، ومعسكر مراد قريلان عام 96 بقرية زلي بمنطقة نهيلي جمهورية الزاب بقرية ديرجني، ومعسكر باهوز أردال بوادي كورتكي وكافلكا، ومركز قيادة القوات الخاصة بقرية سينيا، ومركز لوجستيات البككة ومعسكراتها التدريبية بقرية جمجو إلى آخره. أصبحت اليوم تحت سيطرة دولة الاحتلال التركي عبر طرق العدو المعبدة وسط معسكر مراد قريلان وصولا لجبل كوراجار. وما زال قريلان يتغنى بالانتصارات دون خجل. فما الانتصار الذي تتحدث عنه البككة؟
لا، ولكن بالفعل فالباكاكا تنفذ وصايا قائدها عبد الله أوجلان عندما قال: لو تسمحون لي بأن أخدم تركيا فسترون أني أرفع علم تركيا عاليا في سماء كافة أجزاء كردستان الأربعة. واليوم تنفذ الباكاكا هذه الوصية حرفيا، فها هي قد أهدت قمم الجبال والمناطق الجبلية بإقليم كردستان للدولة التركية المحتلة. قد يثق الجيل الشاب ما بين 15 إلى 20 عاما بقصص انتصاراتكم الوهمية الزائفة، لكن تاريخ الباكاكا ل40 سنة الماضية عمق احتلال الأتراك، رفع وتيرة عمليات الصهر والإذابة بحق الكرد، أفقد الرموز الوطنية الكردية المقدسة أية دلالات أو معان، فرض التتريك على الشعب الكردي كضرورة لتحقيق الديمقراطية، أصاب الشعب الكردي في كردستان تركيا بالنيكروفيليا وهو مرض الهوس وحب جثث الموتى إلى آخره. بالفعل انتصرت الباكاكا في تحقيق هذه الممارسات القذرة، وعلينا نحن أن نصفق لها على هذا الكم الهائل من الكذب والزيف والاحتيال. فالباكاكا حققت انتصارا وحيدا، ألا وهو تضحية بكردستان من أجل وحدة أراضي الدول المحتلة لكردستان. باختصار، وضع الفلاح الروسي الفرح باتساخ خصيته المغولي أشرف من وضع قادة الباكاكا، فهو لم يتعاون سرا مع المعتدي الغاصب على أي حال.